لو فاكر انك شفت اكشن قبل كده، استنى لما تشوف البطل وهو بيقاتل بكل الاساليب اللي يعرفها، مش عشان يكسب، لا ده عشان بس يفضل عايش. فنصلي على النبي الاول ويلا بينا نشوف عظمة النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع كتيبة هندسية من الجيش وهي بتغادر افغانستان، وبنعرف انها متجهة ناحية فرقة جبلية عشان تساعدهم وتشغل عربياتهم. واول ما بيوصلوا عندهم بينزل بلايك قائد الكتيبة بالمعدات بتاعته وبيسألهم عن الغبي المسؤول عن الفوضى اللي حصلت هنا. فبيتعصب ايلين قائد الفرق الجبلية من كلامه وبيروح يتخانق معاه، لكننا بنكتشف انهم اصلا اخوات وكانوا عاملين مقلب قدام زمايلهم. وعلى طول بيبدأ بلايك انه يصلح العربيات بتاعتهم، وبيفضل يهزق ايلين لان هو اللي دايما بيعطل العربيات بغبائه الخارق للطبيعة. فبيتعصب ايلين وبيقول له هنشوف الكلام ده لما تقدم معانا في اختبارات الصعقة. لكن بلايك وقتها بيضحك وبيقول له انه عجز على البهدلة دي ومش هيقدم معاهم. فبيزعل ايلين لانهم دايما كانوا بيشاركوا سوا وبياخدوا كمان وسام الصعقة هما الاتنين. وطبعا بلايك بيتأثر جدا بكلام اخوه وبيوافق اخيرا انه يقدم معاهم، وبعدها بيودعوا بعض عشان يجهزوا نفسهم لاختبارات الصعقة. بس فجأة بيتضرب عليهم صواريخ وقذايف بشكل عنيف جدا، وللأسف محدش منهم بيقدر يعمل اي حاجة وبيفقدوا الوعي كلهم. وبعد كام ساعة بيفوق بلايك وهو مصاب في جسمه كله، ولما بيقوم يطمن على زمايله بيلاقيهم كلهم اموات قدامه. فبيتصدم جدا وبيروح يشوف اخوه جراله ايه، وللاسف بيلاقيه ميت هو كمان مع باقي كتيبته. وبعد مرور سنتين بنشوف بلايك وهو رايح لمكان اختبارات الصعقة، ولما بيوصل بينزل هو وباقي الجنود وبيدخلوا القاعدة العسكرية، وبنشوف الرقيب وهو بيقسمهم لمجموعات وكمان بيوزع عليهم ارقام. بس لما بيجي الدور على بلايك بيقرر الرقيب انه يعينه قائد فرقة لانه كان قائد كتيبة. لكن المفاجأة ان بلايك بيرفض انه يبقى قائد مرة تانية، والرقيب وقتها احترم رغبته واعطاله رقم 81. وبعدها بيروحوا كلهم يقفوا قدام القائد الاعلى لقوات الصاعقة، والقائد وقتها بيرحب بيهم وبيديهم نبذة عن المطحنة اللي هم داخلين عليها. وعلى طول بتبدأ التدريبات العنيفة جدا اللي هتحولهم من عيال متنية لوحوش فتاكة. وبتستمر التدريبات دي لمدة طويلة جدا وكل يوم بيبقى أصعب من اللي قبله، لكننا بنلاحظ إنهم بيستبعدوا مجموعة منهم يوميا بسبب عدم كفاءتهم. وبنلاحظ برضو إن بلايك عنده قدرة بدنية مدمرة ودايما بيطلع الأول بينهم. ولما بيوصلوا لتدريبات الرماية بيسأل الرقيب كل واحد فيهم هو خدم فين قبل ما يجي هنا، لكن السؤال لما بيجي عند بلايك بيقول له إنه كان قائد الكتيبة الهندسية. وطبعا بيتصدم هو وكل الجنود لأن بلايك الوحيد اللي نجا من اللي حصل. وبعد ما بيخلصوا التدريب بيرجعوا كلهم للقاعدة عشان يتغدوا، بس في الوقت ده بيسمعوا في التلفزيون خبر صادم حبتين، وهو إن وكالة ناسا اكتشفت جسم غريب بيلف حوالين كوكب الأرض بقاله يومين. لكن محدش من الجنود بيهتم بالكلام ده وبيكملوا أكلهم. بس واحد منهم بيكون عنده فضول يعرف اللي حصل مع بلايك وكتيبته، ولما بيسأله بيتفاجئ بالقائد جاي يهزقه عشان بس اتكلم وهو بياكل، وبيخلي كمان زمايله يحدفوا عليه الأكل عشان يحترم نفسه. وبتستمر التدريبات العنيفة دي على الجنود لحد ما بيوصلوا لآخر أسبوع، وبيكون تدريبهم النهاردة تحت المية وهم شايلين حديد بوزن معين، والمفروض إن لو حد فيهم حس إنه هيغرق يطلع بسرعة، وفعلا ده بيحصل معاهم كلهم. بس بلايك بيفضل مكمل ومش فارق معاه أي حاجة. لكن المفاجأة إنه وقتها افتكر اليوم اللي مات فيه أخوه ومعرفش ينقذه، ومن قهرته عليه محسش بنفسه وفقد الوعي تحت المية. فالجنود خرجته بسرعة وقدروا ينقذوا حياته بالعافية. بس وقتها القائد الأعلى شاف اللي حصل واستدعاه لمكتبه، وهناك بيعرفوا القائد إنه قرر يخليه ما يكملش معاهم في اختبارات الصاعقة. فبيتصدم بلايك وبيقوم يهلل لأنه مصنف من أفضل المشاركين، لكن النائب بيهديه وبيفهمه إن قدرته البدنية عالية جدا بس العقلية في البلالة خالص. وعشان كده القائد بيقرر إنه يمضيه على إقرار بانسحابه من اختبارات الصاعقة، وبيفهمه إنه يقدر يقدم تاني بس بعد ما ياخد هدنة من اللي حصل. لكن بلايك بيرفض إنه يمضي على الإقرار بتاعه، وطبعا القائد بيتعصب عليه وبيطرده بره مكتبه. وفي اليوم التاني بيجمع القائد الجنود كلها عشان ينادي على أرقام اللي نجحوا، والمفاجأة إنه بينادي على بلايك اللي بيتصدم جدا وبيطير من الفرحة. وبنعرف إن القائد قرر يديله فرصة تانية يثبت فيها نفسه. المهم إنه بياخدهم عشان يعرفهم تفاصيل مهمتهم اللي جاية، وبيقول لهم إن في طيارة وقعت في مكان معين في الغابة، ومهمتهم بقى هي الوصول للطيارة دي وتدميرها بالكامل، وبعدها يتحركوا بسرعة على قرية موجود فيها طيارة مستنياهم. وبيسلم كل واحد فيهم جهاز
جهاز راديو عشان يعرفوا يتواصلوا معاهم، وبيفهمهم ان الجندي رقم 7 هيكون نائب للفرقة بتاعتهم. والمفاجأة الصادمة انه بيختار بلايك قائد للفرقة عشان يختبر مهاراته القيادية، ومع ان بلايك اصلا رافض المنصب لكنه مجبر ينفذ الاوامر. وبتبدأ فعلا المهمة، وفي طيارة بتنقلهم للغابة وبتسيبهم وبتمشي. والفرقة وقتها اتحركت على مكان الطيارة اللي بتكون على بعد 20 كيلو، وبتفضل الفرقة ماشية لحد ما الدنيا بتليل عليهم وبيتعبوا كلهم. فبيقرروا انهم يستريحوا شوية عشان يقدروا يكملوا مهمتهم. لكن فجأة بيلاقوا حاجة عدت من جنبهم وعملت صوت قوي جدا، وطبعا كلهم بيخافوا وبيقوموا يكملوا طريقهم لحد ما النهار بيطلع عليهم. وساعتها اكتشفوا انهم وصلوا فعلا عند الطيارة اللي هيدمروها. لكن بلايك بيستغرب من شكلها لانه كان فاكرها طيارة حربية، بس طبعا ما بيهتمش وبيقوم يجمع فريقه عشان يعرفهم الخطة. لكنه بيلاقي الجندي اللي معاه البوصلة بيقاطع كلامه وبيقول له ان المفروض الطيارة اللي هيدمروها تكون على بعد 100 متر من مكانهم. وطبعا بلايك بيستغرب جدا، ولما بيبص في البوصلة بتاعته بيلاقيها متعطلة. والمفاجأة انه بيلاقي كل الاجهزة اللي معاهم اتعطلت هي كمان، حتى اجهزة الراديو. فبيشك وقتها ان ده جزء من التدريب بتاعهم، وعشان كده بيتحرك هو وفرقته ناحية الطيارة عشان يكملوا مهمتهم. وبيخلي كمان الجنود تجهز القنابل اللي هيدمروها بيها. لكن فجأة بيشوفوا قدامه ضوء غريب جاي من بين الاشجار، فبيأمر النائب انه يتابع مع الجنود لحد ما هو يرجع. وبيتحرك بلايك على مكان الضوء عشان يعرف مصدره، لكنه بيتفاجئ بطيارة حربية قدامه، وبيفهم ان هي دي الطيارة اللي المفروض يدمروها. وطبعا بيطلع يجري على فرقته عشان يمنعهم من تفجير القنابل، لكنه للأسف بيتأخر والجنود بتاعته كانت فجرت القنابل في الطيارة التانية. بس وقتها بيتصدموا كلهم لان الطيارة ما حصلهاش اي حاجة من الانفجار. وساعتها بيلاقوا الطيارة طلعت نور احمر فجأة، وبدأت كمان تتشكل على هيئة روبوت ضخم. واثناء ما هم مصدومين بيلاقوا الروبوت مسح المنطقة بالكامل بالأشعة بتاعته، وبدون مقدمات بيطلع سلاحه وبدأ يضرب النار على الجنود وبيقتل فيهم. وطبعا بيخافوا كلهم وبيطلعوا يجروا من قدامه قبل ما يقتلهم. واول ما بلايك وصل اتصدم جدا وطلع يجري معاهم وهو مش فاهم اي حاجة، لكنهم بيقدروا يوصلوا عند التلة وكانوا فاكرين انهم هربوا منه. بس فجأة بيلاقوا قنبلة اتضربت عليهم وطيرتهم من فوق التلة. وطبعا بيتعرضوا كلهم لخبطات عنيفة جدا لدرجة ان واحد منهم بيرشق في جذع شجرة. وبعد شوية بيفوق بلايك وبيتصدم جدا باللي حصل في زمايله، وبيلاقي كمان صوابعه اتكسرت فبيعدلهم وهو بيصرخ من الألم. وعلى طول بيقوم يساعد زمايله اللي لسه عايشين، وبيقدر كمان انه يخرج الجندي من جذع الشجرة، لكنه للأسف كان نزف جامد قوي وبيموت قدامهم. وساعتها بيقرروا انهم يتحركوا من المكان قبل ما الروبوت يوصل ويقتلهم. وفعلا بيبدأوا ينزلوا بالحبال من على التلة واحد ورا التاني، وبنشوف واحد من الجنود وهو بيساعد النائب على النزول لانه مصاب اصابات شديدة. بس في الوقت ده بيظهر الروبوت عندهم، واول ما بيشوف الجندي بيضرب عليه قذيفة بتفرتكه حرفيا. وساعتها كلهم بيترعبوا وبيجروا بسرعة يستخبوا جنب النائب اللي رجله اتكسرت اساسا من الوقعة. وبيشوفوا الروبوت وهو بيمسح المنطقة كلها بالأشعة بتاعته، فبيلزقوا جسمهم في التلة عشان ما يعرفش مكانهم. لكن للأسف رجل النائب بتفضحهم، والروبوت وقتها بيضرب عليهم القذايف، فبيجروا كلهم وبيحاولوا يهربوا منه بأي طريقة. بس الروبوت بيفضل يضرب عليهم القذايف لحد ما قتل مجموعة كبيرة منهم. وبعد معاناة بيقدر بلايك انه ينجى من المدعكة دي هو واربعة من فريقه. لكن العقبة دلوقتي ان النائب حمل كبير عليهم بسبب اصابته الخطيرة، فبيقرر بلايك انه يعدل له رجله اللي اتكسرت عشان يوقف النزيف. وفعلا بينجح، بس النائب مش بيستحمل الألم وبيفقد الوعي تماما، فبيحطوه على نقالة وبيربطوه كويس عشان ياخدوه معاهم. وبيقول لهم بلايك انهم لازم يتحركوا على القرية فورا عشان يخرجوا من هنا. فبيسمعوا كلامه وبيشيلوا النائب وبيشقوا طريقهم ناحية القرية. لكن وهم ماشيين بيلاقوا نفسهم قدام نهر لازم يعدوه، وطبعا بلايك بيتصرف وبياخد حبل عشان يوصل بيه للضفة التانية. وبعد معاناة مع التيار العنيف جدا بيقدر انه يوصل، وفي ثواني بيربط الحبل في الشجرة عشان يعمل جسر لزمايله يعدوا منه. وفعلا بيبدأوا يتحركوا من خلاله، بس للأسف بيتعطلوا في نص السكة. والجندي اللي بيسحب النائب بيكتشف ان الحبل فيه عقدة هي اللي عاملة المشكلة، ولما بيحاول يفك العقدة الحبل بتاع النقالة بيتفك غصب عنه. والموضوع دلوقتي كبر لان النائب بقى مربوط من ناحية واحدة. وساعتها بلايك بيتحرك عليهم بسرعة وبيحاول هو كمان يساعدهم. ومع كمية الضغط والتوتر اللي هم فيها بيظهر كمان الروبوت عندهم، وبدون مقدمات بيضرب عليهم قذيفة بتقتل واحد منهم، والباقي يا صديقي بيقع في المية والطيار ما بيرحمش حد فيهم. بس اللي زود البلاطين ان الروبوت
الروبوت نزل وراهم وبدأ يضرب عليهم قذايف. وهنا الفرقة ما كانش قدامها حل غير انهم ينزلوا يستخبوا تحت المية، لكن الطيار فضل يسحب فيهم ناحية الشلال لحد ما رماهم كلهم. ولما بيفوق بلايك بيلاقي واحد من الجنود اللي ماتوا في البداية لسه عايش، وطبعا بيستغرب بس هو بيفهمه ان الانفجار طياره بعيد عنهم وانه فضل يدور عليهم لكنه ملقاش حد فيهم. فبيفرح بلايك انه لسه عايش وبيتحركوا كلهم ناحية القرية، وطبعا بيكونوا منهكين جدا من اللي حصل فيهم. بس في النهاية بيقدروا يوصلوا للقرية اخيرا، لكنهم بيتصدموا ان كل اللي فيها عبارة عن اموات وجثث متفحمة. فبينهاروا كلهم من المنظر وبيفقدوا الامل في النجاة. وبلايك وقتها بيفهم ان الروبوت هو اللي عمل كده في القرية، وبيكون متأكد انه جالهم من بره الكوكب لانه متطور جدا. واثناء ما كلهم مش فاهمين اي حاجة بيسمعوا صوت حد بيصرخ جنبهم، فبيجروا ناحية الصوت بسرعة وبيتفاجئوا انه الرقيب بتاعهم، لكن قبل ما ينطق حرف واحد بيموت قدامهم. وساعتها بيحزنوا كلهم لان دلوقتي مفيش اي امل لنجاتهم. بس بلايك ما بيتأثرش وبيطلب منهم يتحركوا فورا معاه، لكن واحد منهم بيتخانق معاه لان الفرقة كلها ماتت وهو جبلة ما بيحسش. وبيفهموا ان مش كل الناس ابطال زيه ورامين قلوبهم من جسمهم. فبيتعصب عليه بلايك وبيقول له انه لو بطل فعلا كان يقدر ينقذ اخوه زمان. وبيحكي له ان كتيبته كلها ماتت وهو الوحيد اللي اغمى عليه. ولما فاق لقى نفسه في المستشفى وعرف ان مفيش حد نجا منهم غيره. واثناء ما هو مقهور عليهم لقى الجيش بيكرمه على اسود يوم في حياته. فبتتصدم الجنود كلها من الكلام ده، وبيفهموا ان بلايك مش عاوز يخسرهم زي ما خسر اخوه وكل كتيبته. وعشان كده بيروحوا يساعدوه في تشغيل المدرعة اللي تعتبر لسه سليمة، وفعلا بيقدروا يشغلوها وبيطلعوها من الحفرة اللي كانت فيها. لكن فجأة بيلاقوا قذيفة بتتضرب في السماء قدامهم، فبيتأكدوا ان الروبوت قريب من مكانهم. وطبعا بيركبوا كلهم المدرعة عشان يهربوا منه. بس واحد منهم بيروح بسرعة يجيب الرصاص بتاع المدرعة، لكن وقتها بيظهر الروبوت عنده وبيضربوا قذيفة بتفرتكه حرفيا. واثناء ما كلهم مصدومين بيتحركوا بالمدرعة قبل ما يتفرتكوا زيه، بس للأسف بيتضرب عليهم صواريخ وقذايف بكمية مهولة جدا. لكن حظهم الحلو ان المدرعة استحملت كل ده وكمان حمتهم. وساعتها بيحاولوا يضربوا عليه النار، بس للأسف مفيش اي حاجة بتأثر فيه، لكنهم بيقدروا يبعدوا عنه وحسوا اخيرا انهم في امان. ولسه هياخدوا نفسهم بيلاقوا 200 قذيفة بتتضرب عليهم مرة واحدة. وهنا الموضوع يا صديقي خرج عن السيطرة تماما، وبنشوفهم وهم بيتقلبوا جوه المدرعة وبيتصابوا كلهم. لكن في النهاية بيلاقوا نفسهم عايشين والروبوت كمان اختفى من وراهم. بس الفرحة دي ما طولتش، لان فجأة الروبوت ظهر قدامهم مرة تانية ومن غير مقدمات بيضربهم بأشعة مدمرة فرتكت المدرعة بيهم ل100 حتة. وبعد شوية بيفوق بلايك وبيلاقي كل زمايله اموات حواليه، ولسه هيمشي من المكان بيلاقي النائب لسه عايش لكنه فاقد الوعي. فبيسحبه بكل قوته تحت المطر والظروف المنيلة بنيلة اللي هو فيها. بس وهو في الطريق بينهار على نفسه من العياط لحد ما بيغمى عليه، لكنه بيصحى على صوت النائب وهو بيقول له انه طالع عنيد زي اخوه، وبيعرفه انه دايما كان بيتكلم عنه وعن انجازاتهم سوا. فبيتصدم بلايك انه يعرف اخوه وما جابلوش سيرة. فبيقول له النائب انه حاول يتكلم معاه قبل كده بس هو ما ادالوش فرصة. وساعتها بلايك بيعترف له انه شارك معاهم في الاختبارات عشان يريح ضميره، لانه من ساعة ما خسر اخوه وهو مش عارف ينام او حتى يعيش حياته. فالنائب وقتها بيهون عليه وبيقول له انه ملوش ذنب في موتهم، وان اللي شافه معاه اثبت انه دايما بيحاول يعمل اللي عليه وزيادة. واثناء كلامهم بيلاقوا الروبوت بيمسح المنطقة بالاشعة بتاعته. فبيتعصب وقتها بلايك وبيبدأ يفكر في طريقة للانتقام منه. وساعتها بيلاقي جنبه نور احمر وبيعرف انها محطة لاستخراج الفحم، وبيلاقي كمان دخان طالع من راس الروبوت تحت المطر. فبيفهم انها فتحة التهوية بتاعته. وهنا بتجيله فكرة جهنمية لانه اصلا مهندس ميكانيكا، وعلى طول بيركن الناب في حتة ناشفة عشان يبدأ خطته. واول حاجة بيعملها بيروح يشغل المحطة وكل المعدات اللي فيها، وبدأ كمان يضرب فلير جان في السماء عشان يخلي الروبوت يقرب منه. واول ما بيوصل الروبوت للمحطة بيمسحها بالكامل بالشعاع بتاعه، لكن وقتها بتنفجر القنابل اللي كان زارعها بلايك وبتوقعه من فوق الجبل. وساعتها بيخرج بلايك بالونش من المستودع وبيلزقه في الحيطة، وعلى طول بيشغل السير بتاع الفحم اللي بدأ ينزل فحم على فتحة التهوية بتاعته. بس الروبوت كان قوي جدا وبيعافر مع الونش وقرب كمان يدمره، لكن الفحم يا صديقي كان سد فتحة التهوية تماما. وهنا الروبوت جمع السخونية كلها جواه لحد ما عمل انفجار هائل جدا. وساعتها بلايك بيفرح جدا انه رجع حق كل زمايله اللي ماتوا، لكن فجأة بيلاقي قنابل بتقع من الروبوت على النار. فبيتصدم جدا
وبيطلع يجري، لكن الانفجار بيحصل وبيطيره بره الدنيا خالص. بس المفاجأة انه بيطلع لسه عايش وشايل كمان النائب على ظهره، وبيقدر بلايك انه يرجع للقاعدة العسكرية اخيرا، لكنه بيفضل ماشي بالنائب لحد ما بيوصل بيه عند علامة انجاز المهمة. وفي الوقت ده بيجيله القائد الاعلى وبيعتذر له انه ما سألش فيهم، وبيفهمه ان الروبوت اللي هجم عليهم ده يبقى واحد من ضمن 1000. وساعتها بيتصدم بلايك لانه كان فاكر ان الروبوت ده جالهم غلطة، بس دلوقتي عرف انهم قدام غزو فضائي ما يعرفش اي حاجة عن الرحمة. وهنا القائد بيسأله هو ازاي قدر يدمر الروبوت الفتاك ده لوحده، مع ان العالم كله بأسلحته المدمرة ما عرفش يقتل حتى واحد منهم. فبيقول له بلايك انه قفل فتحة التهوية اللي موجودة في راسه، وساعتها الروبوت جمع كل السخونية جواه وانفجر بالكامل. فبيتصدم القائد وبيؤمر القوات بتاعته انهم ينفذوا الطريقة دي فورا، وبيشكر بلايك على انجازه اللي هينقذ بيه مليارات من البشر، وبكل فخر بيعلق له شعار الصعقة وبيبارك له على النجاح بتاعه. فبيشكره بلايك وبيروح يتكلم مع جنود فرقته الجديدة، وبيبدأ يحمسهم عشان يديهم امل في انقاذ البشرية، لانهم عارفين ان هو الوحيد اللي قدر يتصدى للروبوت وكمان دمره. وفعلا بيتحمسوا كلهم ودلوقتي بقوا جاهزين لمواجهة الروبوتات الفتاكة. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصة الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.